مساء الفل والياسمين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو النهارده عن الحمام والاكل. يعني لو انت مهتم ايه افضل نوع حمام علشان نربيه عشان ناكل منه، يبقى الفيديو دوت عشانك. لكن الناس اللي بتحب النش الطيران الفرجه فقط لا غير، يبقى الفيديو ده مش بتاعها. طيب، في سؤال النهارده اتسال لي: اجيب لاحم ولا زاجل؟ فخلينا نتكلم على 3 انواع الرئيسيه خاصه للمبتدئين: لاحم ولا زاجل ولا بلدي. خلينا نستثنى الكينج الرومي لانه اسعاره عاليه، وانت كمبتدئ ما بنصحكش بيها قوي، مع ان اللاحم يعني غالي مش رخيص، بس ينفع ان احنا نتعامل معاه. طيب، انا هقول لك عيوبهم ومميزاتهم، وانت بقى ليك حريه الاختيار تشوف انه المناسب ليك. لو احنا اتكلمنا عن الحمام عموما، اي حمام مخدوم كويس متعرض لشمس وتهوية ونظافة مية واكل، يعني متوفر له دوت، هيلحم لك العيش في العيش. بس مبدئيا يعني مش شرط ان هو عشان لاحم. طبعا اللاحم هو اللي مفيهوش جدال، يعني انت بتشتري اللاحم ضامن ان شاء الله، يعني ضمان عند ربنا. بعد 12 يوم اسبوعين بالكتير هتلاقيه حصة وتحتيه زغلول. تمام. طيب، الزاجل بقى، الزاجل هل كده برضو؟ البلدي هل كده؟ بس انت بقى انت وحظك، وده برضو بحسه شويه رزق من عند ربنا. فمن ناحيه ان انت تلحم العش في العش، اساسي معانا لاحم. لكن لو اهتميت بالزاجل والبلدي هلحمولك برضو العش بالعش. طيب، من ناحيه الاحجام، رقم 1 اللحم الفرنساوي، ده حجمه كبير جرم زي ما بيقولوا، يعني الزغلول ممكن يعمل ما يعادل زغلول ونص من الزاجل، او زغلولين من البلد الصغير. طيب، من ناحية التكلفة، اعلاهم اللاحم، بعدين الزاجل، بعدين البلدي، او ممكن في بعض احيان الزاجل والبلدي يبقى نفس السعر. طبعا انا بتكلم على الزاجل الشعبي، مش الزاجل الطيران والمستويات يعني. طيب، من ناحية الحنية بقى والمشاكل واللي بيزق اكتر، بصوا بقى، من ناحية الحنية رقم واحد الزاجل. مشاكله يعني اسهل حاجة تربيها وتستمتع بيها الزاجل. ليه؟ حمامة حنينة، حمامة بتلحم العش في العش لو انت اهتميت بيها، حمامة يعتبر وسط ما بين اللاحم الفرنسي وبين البلدي، فيها لحم. مشكلة البلدي ان انت لو ما اخترتش حمامة جرمة هتاخد منها عصافير زي ما بيقولوا، او حاجة كده ما ينفعش تتاكل. فالبلدي بالذات اختار، وخاصة ركز وانت بتشتري الحمام. بص بندق، قلة الادب دي بس يا اولاد، بس يا حبايبي، عيب كده. بس يا بندق ادخل عشة، بس يا ابو بندق، هو ما قربش ليك على فكرة يا ابو بندق. ماشي. فاختار سواء بقى لاحم، زاجل، بلدي، اختار ان الذكر هو اهتم قوي انه يبقى هو المحمل، هو الكبير. دي عن تجربتي انا. طيب، مشاكل بقى ايه اللاحم؟ اللاحم زي ما بقول لكم كده حمامة عصبية، حمامة ما تفهمش ده شراسة منها ولا حنية زيادة. طبعا مش كل الحمام، في بعض حمام من اللاحم بيبقى مثلا لما بيحصي النتاية، تحصي الذكر عايز يرقد، النتاية عايزة تأكل الزغاليل، فبيحصل صراع، فممكن يؤدي لو انت ما تابعتش اول باول ممكن يبقى فيه يعني دم بيحصل او تنقير في الراس. طيب، انا بقى اقول لكم حلو ان انت تربي، يعني وجهة نظري ايه، حلو ان انت تجمع ما بين يعني البلدي حلو، يعني خلاص خلينا نستثنى البلدي ونركز على الزاجل واللاحم، لان هم اللي عليهم كلام كتير. وزي ما قلت لك، لو البلدي متوفر قصادك بسعر كويس وجرم، برضو ربيه، مفيش مشكله، الاكل والذبح. اهم حاجه تلاقي فيه لحم عشان برضو تستمتع بيه. بالنسبة بقى للاحم والزاجل، مميزات الزاجل اكتر، هو بس الفكرة كلها ان لحم اللاحم
اكتر. وخلي بالك برضو سلالة اللحم الفرنسي لما اتهجنت، هما الفرنسا يعني الشركة الفرنسية تقريبا استخدمت زاجل في التهجينات، يعني زاجل مع انواع تانية عشان تجيب لك حصيلة لحم كبير او كتير، وان هو يلحم باستمرار وانتاج كتير يعني. فمن رأيي لو انت عرفت تجمع بين الزاجل واللاحم ده هيكون كويس جدا. طب كده مش هنلخبط السلالة وبتاع. والله لو انت السلالة ماشية معاك كويس تمام. لو انت عايز بدل ما مثلا ما تجيب جوز لاحم، القص الشغال تقريبا بيتكلموا في 600 650، الزغاليل بتتكلم في 300. فانت ممكن تجيب قص من دوت وقص من ده وتهجنهم مع بعض. بس يعني خلي الذكر هو اللي زي ما قلت لك كده، اللي هو يبقى الكبير. وليه؟ لان الانتاج بيطلع نسبة للذكر. وعشان تضمن ان سلالة، يعني انت تجيب مثلا نتايتين لاحم وذكرين زاجل. لكن لو انت عايز تحافظ على السلالة بقى، لا اجيب لك زاجل، اجيب لك لحم قصدي صافي او لحم بيور ما فيهوش مشاكل. بس عشان تجمع ما بين الانتاج الكتير والحنية وعدم المشاكل اللي بتحصل من تزاوج اللحم بس. لان اللحم بس برضو اقل يعني مش عايز ازعاج كتير، مش عايز ان انت تربي في بلكونه مثلا وتفضل داخل طالع عليهم. عايز هدوء، لانه ممكن يقوم يتنرفز على البيض، سواء بقى حنيه سواء اي حركه فبيتحرك. فده رأيي. يا اما تجيب عارف تتعامل وعارف تتابع اول باول، جيب لحم صافي وجيب زاجل لوحده، وجيب دوت وجيب ده. حاسس ان انت لا عايز تجمع ما بين الحنية وان انت تضمن تحضير كويس وما يقوموش من على البيض او يضربوا بعض، ممكن تجوز نتايتين زاجل وهيدوك برضو لحم كويس. هو مش اللحم برضو، عشان بقول لكم كل حاجة، مش هيديك اللحم اللي هو مستوى لاحم بس هتضمن مشاكل كتير ممكن تحصل من اللحم بس. فكل حاجه ليها ايه عيوبها ولها مميزات. بصوا عشان بقول لكم هذا الشبل من ذاك الاسد اهو. ده اللي انا بتكلم فيه. طول ما بص، ام بندقه زي بندقه بالظبط، غلبانه ومسكينه، وابوه شرس فابنه طالع برضه زيه. عارفين اللي هو الناس بيقول لك اكفي القدر على امها البنت تطلع امها، واكفي القدر على ابوها يطلع الواد لابوه برضه. يلا مساء الورد.